انت يا زفته يا اللي اسمك اسماء انت. كل ده عشان تيجي؟ انت مالك بتتكلمي كده ليه؟ وايه زفته دي اصلا؟ بقولك ايه، انت مش شايفه الشقه عامله ازاي؟ روحي بقى كنسيها اصلا، انت ازاي قاعده وهي وسخه كده اصلا؟ ده بجد؟ بجد، فاكراني بهزر معاكي يعني؟ يا نور عيني، ما تحبيش ان اجيب لك حبه ميه في طبق واغسل لك رجلك بالمره؟ لا بقولك ايه، مش دلوقتي. وبعدين يلا روحي روقي الشقه قبل ما عبده يجي، واعملي اكل. حاضر، هبقى اروق الشقه. ايوه انا بقولك اقعدي جنبي ولا بقولك قومي روقي الشقه دي؟ طب ما تقومي تقلعي الجلابيه اللي جايه من الزباله دي امسح بيها الشقه. احترمي نفسك. وبعدين يا حبيبتي، هو انا مش متاكده بس انا حاسه ان بطني بتوجعني وظهري وجعني قوي، فممكن اكون حامل يعني، فخاف اعمل حاجه كده او حاجه تخبطني العيل ينزل ولا حاجه. يا روح قلبي. معلش اعذريني، اصلا نسيت ان انت ما بتخلفيش، فمش هتجربي الاحساس ده. فقومي بقى شوفي انت رايحه فين يلا. اصلا انا العصبيه كتير قوي عليا بصراحه، وممكن اخاف على نفسي. وانت بصراحه بتعصبيني، والعصبيه ساعات بتبقى غلط على الحمل، وانا بصراحه خايفه يعني على الواد اللي في بطني. طب اسمعي بقى يا بتاعه الشوارع، احترمي نفسك. لو ما احترمتيش نفسك معايا وقدرتيني وبصيتي انا فين وانتي فين هقل منك قوي. هتعرفي. ومش بعيده اخدك كده بالجلابيه اللي انت جايه لنا بيها ارميكي بره في الشارع بجد والله. وساعتها بقى يبقى منظرك زباله قوي يا اللي بتخلفي يا ام العيال. انت عارفه لو عبده سمع ان انت سمعك كنت بتقولي لي كده هيعمل فيكي ايه؟ هيعمل فيا ايه عينيا؟ مش عارفه بصراحه، بس انا هقول له. قولي له واطلعكم انتوا الاتنين بره. اصل انت ما تعرفيش لا ما اعرفش. الشقه دي باسمي. ده هو عبده ما قالكيش مكان فيها؟ هو عبده ما قالكيش؟ قاليش ايه يا روحي؟ ان هو بصمك وانت نايمه وكتب الشقه باسمه. يا روح قلبي، انا هقوم عشان انت كلامك معايا بيحرق دمي، وانا مش عايزه حرقان دم يعني. مش يوم ما دمي يتحرق من واحده زيك. طب يلا روحي بس اعملي لنا اكل يلا، ورحمه ابويا لا اوريكي.